السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين الشقة دي اللي احنا صورناها وقلنا ماما جابتها النهاردة بقى نقلنا فاكرين الباب ده كان فين؟ كان في الشقة التانية اللي كانت عندنا في الوراق. سيبنا الشقة دي والحمد لله وخلعنا من صاحب البيت والحمد لله. نقلنا بقى كل العزال بتاعنا، بصوا يعني الكركبة كلها كده، اللهم صل على النبي. ايه الحاجات بقى اللي اتكسرت واللي اتهدت واللي راحت واللي جت. بصوا عايزاكم بقى تقولوا لي الريسبشن ده كبير جدا، هنعلق هنا الشاشة وهيبقى اللي قاعد هنا كده يشوفوا بقى ايه الانتريه، هيبقى قاعد يشوف الشاشة. طبعا هيبقى كل ده ريسبشن. دي اوضه صالون للناس، وكمان هنحط هنا زي ستاره عشان تبقى برضو منعزله شويه. وده كده هيبقى الريسبشن اللي احنا عليه الحاجه. تعالوا بقى اوريكم، صورتها لكم قبل كده بس ما صورتهاش بقى بعد ما نقلنا الحاجه. طيب ده كده الحمام، تمام. ده كده الحمام ونقلنا طبعا الحاجه. نبتدي بقى ايه، نحقق حلم ماما ونقعدها في الشقه الكبيره. طيب وده المطبخ. بصوا يعني ده جهازي اللي ما اتفتحش اصلا، جهاز عروسه، فاهمني؟ حتى البوتاجاز بتاعي اللي انا صورته لكم بورقته بحاجته وعلب، كل دي حاجاتي، تمام. ده مطبخ. طبعا انت هتقولي لي دينا ما جبتوش مطبخ ليه ومش عارفه ايه، امكانيات يا جماعه مش سامحه، فاللي عندنا هنحطه، تمام. كل ده بقى كده العجان بقى القديم وحاجات الالومنيا بتاعت ماما وكل حاجه، تلاجتي وبوتاجازي غسالتي. بصوا الحاجات اتبهدلت جامد. فطبعا احنا هنفرش الشقه دي سوا وهصورها لكم كمان بعد ما نفرشها. بصوا كده نقفل بقى النور هنا. الريسبشن انا عايزاكم تشوفوا دي كده المنظر عامل ازاي، تمام، وهتبقى ازاي، تمام. يعني احنا حطينا حاجتي على حاجه ماما. نقفل بس الباب. طبعا الشقه دي احنا كنا اصلا هنبيعها بس قلنا خلاص مش هنبيعها بقى. الشاشه لسه هنعلقها، دقينا لها في الحيطه وهنعلقها. ده تلفزيون قديم عندنا شغال. تعالوا بقى ندخل نشوف اوضه الاطفال. هتلاقوا بقى رهف ورضوان نايمين. بصوا يعني خلاص طالع عينهم. رضوان ايه دي اوضه الاطفال. احنا كنا هنعمل هنا الاوضه الكبيره، تمام. جينا بعد كده قلنا لا هنخليها اوضه اطفال عشان خاطر يبقى ايه داخل لها الهواء. رضوان جاي من المدرسه، يا دوبك جاي من المدرسه مش قادر، قول لهم باي. جاي من المدرسه مش قادر خالص، يعني هو قال لي لا يلا نروح عند تيتا عشان نساعدها. عايزه اوريكم بقى كل دي حاجتي وحاجه ماما. طبعا ده سجادي بورقته والله يا جماعه. ده الدش، طبق الدش. البلكونه قلت لكم البلكونه دي احلى حاجه عندنا في الشقه. صورتها لكم. بصوا سامعين صوت العصافير. هنقوم كده طبعا كل ده هيتروق، يعني كل ده كده. عايزه اقول لكم دي السنانير بتاعت صيد السمك بتاعي. انا كنت في الوراق طبعا وعلى البحر على الكورنيش، فكنت دايما امسك بقى ايه السنانير دي. انا وجوزي عندنا سنانير غاب، انا بحب الغاب وجوزي عنده مكنه، فكنت دايما اخد السنانير دي انا ورضوان وجوزي كده وننزل بقى ايه نصطاد سمك. يعني هوايتي صيد السمك، ماشي. البلكونه كبيره جدا. طبعا نبقى نصور بقى يومياتنا هنا ونصور حاجات والعيد رمضان على حسب ما يجي بقى، حسب ما الدنيا تيجي معانا. دي عملناها اوضه الاطفال، والاوضه دي عملناها الاوضه الكبيره. دي رهف واقفه ليه؟ رهف تلاقيني ماسكه الكاميرا تبقى عايزه بقى ايه، عايزه تقوم بالواجب الوطني بتاعها، تمام. انا عايزه اوريكم بس الشقه كده، هي الشقه كده هتبقى ايه مبهدله. انا حبيت اعمل فيديو قبل وبعد. عايزه بقى ارائكم بقى. يعني هنا كمان الريسبشن والصاله اللي قلنا عليه ده الصالون، تمام. اهو هوريكم بقى الاوضه الكبيره بس فيها النجار وماما. ثواني بس كده ايه اخد وضعي يعني في التصوير عشان اقدر ان انا ايه
اصور. دي بقى الاوضه الكبيره، اقعدي بقى على السرير. دي الاوضه الكبيره بتاعتنا اللي احنا لسه هنفرشها. وده الشباك. قبل كل شيء. اشوفكم بقى بعد ما الشقه دي نفرشها ان شاء الله، واوريكم التجديدات اللي احنا هنعملها هتبقى عامله ازاي. النجار اهو بيعمل لنا كل. عايزه اقول لكم الحاجه دي ما اتنقلت اصلا باظت، فجبنا نجار عشان يفرشها من جديد. ماما بقى فرحانه. ماما فرحانه. بس كده عايزاكم بقى تدعوا لي بقى على خير، عشان الشقه دي يعني مساحتها كبيره وهتاخد مجهود ما يعلم به الا ربنا عقبال ما نفرشها ونمسحها، والحاجات دي كل حاجه تروح في مكانها، يعني هيطلع عنا. اشوفكم في حلقه تانية، واستنونا ان شاء الله في تحقيق حلم ماما لما نفرش لها الشقه. السلام عليكم.